ايه حكاية بيه دي؟ انت مش هتبطل حكاية بيه؟ وبعدين انا دلوقتي لا بقيت بيه ولا تيه. طب اقول لحضرتك ايه؟ بيني وبينك قول لي يا بابا. متشكر على عطف حضرتك. طب ده بيني وبينك، انما قدام الناس انا دلوقتي بواجه مشكله ما كنتش بفكر فيها. عارفها وما تخشهاش. ما اقدرش. حضرتك قلتها بنفسك، رحمه كمان قالتها، ان الراجل بيبقى صوره من اهله اللي ربوه عليها. انا لو اتقدمت لواحده دلوقتي عشان اطلب ايديها للجواز، اقول لاهلها ايه؟ ابويا مين؟ امي مين؟ مين قرايبي القريبين وقرايبي البعاد؟ حلمي يا ابني، انا ابنك اللي مش من صلبك، اللي ما ربيتهوش، انما زرعت فيه نبتة خير. ارجوك، انا عايز اعرف اسم امي واسم ابويا. ولو موجودين عايز تعرفهم ليه بعد ما رموك؟ ولا عايز تقابلهم عشان تنتقم منهم؟ انا مش عايز انتقم، انا عايز انتمي. من حقي اعرف اسم امي واتسمى باسم ابويا. دي حاجه مهينه قوي وانا في السن ده. وجايز تبقى مهينة اكتر وتجوزك لو عرفتي مين هو ابوك.